إزاي مع إن مستوى حياتنا المادي والصحي هو الأعلى في تاريخ البشرية، نسب الاكتئاب والقلق بتزيد بشكل مرعب؟ سؤال منطقي جدا. كلنا تقريبا اتربينا على فكرة إن السعادة هي الهدف، وإن أي مشاعر وحشة دي يعني عدو لازم نتخلص منه فوراً. بالظبط. النهاردة المصدر اللي معانا كتاب فخ السعادة بيقلب الفكرة دي تماماً. هنكتشف إزاي الحرب اللي بنشنها على نفسنا دي هي ممكن تكون هي المشكلة الحقيقية. يا جماعة، هل فكرنا في فكرة غريبة شوية؟ إن كل ما بنجري ورا السعادة كل ما بنبعد عنها. يمكن سعينا المستمر ده هو نفسه سبب تعاستنا. النهاردة هنشوف مع بعض إيه حكاية فخ السعادة ده والأفكار اللي فيه اللي ممكن تغير مفاهيم كتير قوي عندنا. يعني خلينا نبدأ بالسؤال المحوري ده. ماذا لو كانت كل المجهودات اللي بنعملها عشان نبقى سعداء هي بالظبط السبب اللي بيخلينا تعساء؟ أيوة، فكرة ممكن تصدم شوية، بس هي دي النقطة اللي كل حاجة هنقولها النهاردة بتدور حواليها. طيب، ده بقى بيودينا لأول جزء عندنا، مفارقة فخ السعادة. هنا هنكتشف ليه طريقتنا في التفكير في السعادة والتعامل معاها فيها حاجة غلط من الأساس. بصوا حوالينا كده، احنا عايشين في عصر يمكن أكتر عصر في التاريخ فيه نصايح عن ازاي نكون سعداء. كتب، برامج، فيديوهات، خبراء في كل حتة، وكلهم بيقولوا لنا ازاي نكون سعداء ومبسوطين. بس الغريب بقى والمقلق كمان إن بالرغم من كل ده الإحصائيات بتقول إن البؤس البشري بيزيد مش بيقل. يعني منظمة الصحة العالمية بتقول إن تقريباً 30% من الكبار بيعانوا من اضطراب نفسي في أي سنة معينة، وواحد من كل 5 أشخاص بيواجه الاكتئاب في فترة من حياته. واضح جداً إن المعادلة دي فيها حاجة مش مظبوطة. وهنا بقى بتيجي الحقيقة الصعبة اللي الكتاب بيطرحها، الحقيقة اللي ممكن تكون مش مريحة خالص، إن السعادة كحالة دايمة ومستمرة دي مش حاجة طبيعية للإنسان، دي أكبر خرافة صدقناها، وهي دي أصل المشكلة كلها. طيب، لو السعادة مش هي الطبيعي، يبقى إيه السبب؟ الإجابة بسيطة وموجودة في مخنا، أو بمعنى أصح في عقلنا اللي اتطور عشان البقاء. عقلنا ببساطة يا جماعة مش متصمم عشان يخليني مبسوطين. الفكرة الأساسية هنا لازم نستوعبها كويس. العقل البشري متطورش عشان يحسسنا بالانبساط والرضا، لأ خالص. هو اتطور عشان مهمة واحدة بس، يساعدنا ننجو ونفضل عايشين. دي كانت وظيفته الأساسية لمئات الآلاف من السنين في عالم كان كله مخاطر. يعني إيه؟ يعني عقل البقاء ده شغال زي الكمبيوتر المبرمج على شوية حاجات. أولاً يحذرنا من أي خطر ممكن يقابلنا. ثانياً يفضل يحل مشاكل 24 ساعة. ثالثاً يقارننا باللي حوالينا عشان ما نبقاش منبوذين. ورابعاً يفضل يعيد في الماضي ويتخيل المستقبل عشان يبقى مستعد لأي سيناريو. كل ده هدفه حاجة واحدة: نفضل عايشين. والكتاب بيوصف الموضوع ده بتشبيه عبقري جدا. بيقول إن عقلنا ده عامل زي محطة راديو، محطة شغالة 24 ساعة في اليوم وما بتفصلش أبدا. واسم المحطة دي إيه؟ راديو الكآبة والتشاؤم. طول الوقت في صوت شغال جوه دماغنا بينتقد ويقلق ويحكم على كل حاجة. طيب تمام، بما إن الراديو ده مش هينفع نطفيه، نعمل إيه؟ هنا بقى بندخل على الحل، فكرة فك الارتباط بالعقل. والفكرة المحورية هنا اللي ممكن تغير كل حاجة هي إننا مش الأفكار اللي بتيجي في دماغنا. لما بنبقى ماسكين في أفكارنا قوي كده ومش عارفين نسيبها، الحالة دي ليها اسم علمي اسمه الاندماج المعرفي. معناه ببساطة إننا بنندمج مع أفكارنا وبنتعامل معاها كأنها حقيقة مطلقة وما فيهاش نقاش. يعني لما تيجي في دماغنا فكرة زي أنا فاشل، بنصدقها تماماً ونتصرف على أساسها بدل ما نشوفها على حقيقتها إنها مجرد شوية كلمات وصور جوه دماغنا. وخير مثال على ده فكرة أنا غير كفء. الكاتب نفسه بيحكي عن تجربته الشخصية معها. بيقول إنه كطبيب كل ما كان بيعمل غلطة الفكرة دي كانت بتسيطر عليه تماماً، وكان بيندمج معاها لدرجة إنه بقى بيشك في كل قرار بياخده، وحرفياً كانت بتشل تفكيره وحركته. طيب، إزاي نعمل فك الارتباط ده؟ الكتاب بيقترح تقنية بسيطة جدا وعملية. أول خطوة، لما تجيلك الفكرة بس لاحظها، شوفها كأنها مجرد كلمات أو صور بتمر قدامك. الخطوة التانية، سمي القصة. قول لنفسك كده في سرك: أهلا، هي دي قصة أنا غير كفء جت تاني. الخطوة التالتة ودي الأهم، اسمح لها تكون موجودة، سيبها في حالها من غير ما تحاربها أو تحاول تطردها. شوفوا الفرق عامل إزاي. بدل ما ندخل في خناقة أو حرب استنزاف مع أفكارنا ونحاول نسيطر عليها، فك الارتباط بيعلمنا حاجة تانية خالص. بيعلمنا نراقبها من بعيد، نفسح لها مكان ونشوفها على حقيقتها، إنها مجرد قصة العقل بيحكيها مش حقيقة مسلم بيها، وده لوحده بيحررنا من قبضتها.
وهنا بقى بنوصل للجزء الأخير ويمكن الأهم في الموضوع كله. لو الهدف مش إننا نجري ورا المشاعر الحلوة، يبقى إيه الهدف أصلاً؟ الكتاب بيقترح وجهة جديدة خالص. الهدف هو إننا نعيش حياة ليها قيمة ومعنى. وعشان يوضح الفكرة دي بيستخدم استعارة قوية جدا اسمها شياطين على المركب. تعالوا نتخيل مع بعض. تخيلوا إن حياتنا دي عاملة زي مركب ماشية في البحر، وقيمنا يعني الحاجات اللي فعلا مهمة بالنسبة لنا في الحياة هي الشط اللي بنحاول نوصل له. طيب فين الشياطين؟ الشياطين دي هي الأفكار والمشاعر الصعبة اللي بنحس بيها. القلق، الخوف، الشك في النفس، كل ده. وكل ما نيجي نوجه المركب بتاعنا ناحية الشط، يعني ناحية قيمنا، الشياطين دي بتطلع وتسرح وتهددنا وتعمل كل اللي تقدر عليه عشان تخوفنا وتخلينا نرجع في كلامنا. فتكون النتيجة إيه؟ عشان نهرب من الشياطين دي ومن المواجهة معاها، ناس كتير قوي بتسيب دفة المركب خالص وتسيبها تنجرف في البحر لوحدها من غير وجهة، وبكده بنضيع على نفسنا فرصة إننا نعيش حياة ليها معنى على الشط اللي نفسنا نوصله. بنفضل عالقين في اللي بنسميها منطقة الراحة، بس هي في الحقيقة منطقة ضياع. وده بيخلينا لازم نفرق بين حاجتين مهمين قوي. في حاجة اسمها السعادة العابرة، اللي هي مجرد شعور لطيف بيجي ويروح وبيعتمد على اللي بيحصل حوالينا. وفي حاجة تانية خالص اسمها الحياة ذات المعنى، ودي مش مجرد شعور، دي إحساس عميق إن حياتنا ليها قيمة وإننا عايشين صح. والإحساس ده بيجي من التصرف بناء على قيمنا، حتى لو ده معناه إننا هنحس بمشاعر صعبة أحياناً. وفي مقولة عظيمة لفيكتور فرانكل، هو طبيب نفسي نجا من معسكرات الاعتقال النازية، بتلخص الفكرة دي كلها. بيقول إن آخر الحريات اللي ممكن تتسلب من الإنسان هي حريته في إنه يختار موقفه وتصرفه في أي ظرف بيتحط فيه، إنه يختار طريقه بنفسه. يعني حتى لو مش قادرين نختار مشاعرنا، لسه قادرين نختار أفعالنا. وهنا أحب أسيب كل واحد يفكر مع نفسه في السؤال ده. لما نوصل لآخر حياتنا ونبص ورا، يا ترى إيه اللي هيكون مهم بجد؟ هل هيكون المهم إننا قضينا عمرنا كله بنجري ورا شعور مؤقت اسمه السعادة؟ ولا هيكون الأهم إننا عشنا حياة مليانة، غنية بالمعنى، ومتماشية مع قيمنا الحقيقية؟